دي ارخص رحله ممكن تلف بيها جنوب مصر وتستمتع بالجمال ده كله. ليهم حق انهم يقولوا عليها بلاد السحر والجمال. لو لسه ما رحتش ساحره الجنوب فحب اقول لك فايتك كتير. اربط الاحزمه علشان هنتحرك لاقصى جنوب مصر، هنروح للجذور، جذور الحياه والبدايه، بدايه شريان الحياه وبدايه حضاره من اعرق واقدم الحضارات. في حلقه النهارده اللي اتمنى انك ما تفوتش اي جزء فيها، هنشوف اشهر واهم معالم اسوان، هنزور متحف النوبه ومتحف النيل، كمان هنشوف السد العالي واكبر بحيره صناعيه في العالم بحيره ناصر، وهنطلع فوق اعلى برج موجود في اسوان. كمان هنزور معبد كان غرقان تحت ميه النيل لمده 80 سنه واتقطع واتجمع علشان نشوف الجمال ده هنا في وسط النيل، معبد فيلة. كمان هنزور جزيره كامله للنباتات النادره، ما ينفعش نكون في بلاد النوبه وما نشوفش بيوت وحياه اهلنا النوبيين هنا، علشان كده هنزور غرب سهيل وهندخل بيوتهم ونلف في شوارعهم ونشوف حياتهم عامله ازاي. كمان هنقول لكم على افضل الاماكن اللي تاكلوا فيها كقيمه مقابل سعر. طبعا هنزور الكرنك او مجمع معابد الكرنك، المكان اللي كل الناس بتجيله من كل مكان في العالم. هنشوف البحيره المقدسه اللي عمرها ما بتجف ديت، واللي منسوب الميه بتاعها ما بيتغيرش، واللي كان بيستخدمها الكهنه علشان يتطهروا فيها ويتربى فيها البط، واللي حديثا حاولوا يوصلوا للمصادر اللي بتمدها بالميه لكن ما وصلوش لحاجه. كمان هنشوف الجعران المقدس دوت، وهنشوف الحياه الليليه في الاقصر عامله ازاي، الشوارع والاسواق، وكمان تاكل فين لو حبيت تاكل. ده اغرب مسجد شفته في مصر. تخيل مسجد اتبنى فوق كنيسه وبعد ده كله يطلع مبني داخل معبد فرعوني قديم. في حلقه النهارده هتشوف القصر الوحيد المتبقي من قصور ملوك مصر القديمه. حاليا انا في الحمام اللي الملك رمسيس الثالث المصري كان بيستخدمه. كمان هنزور مقابر وادي الملوك واللي مدفونه في قلب جبل ضخم على شكل الهرم. ده مش هرم بناه قدماء المصريين، ده جبل طبيعي موجود هنا واللي فيه مقابر اهم ملوك مصر. احنا النهارده في مقابر الملكيه او وادي الملوك. كمان هنشوف معبد اشهر ملكه حكمت اكبر واقدم دوله، الملكة حتشبسوت. الرحلة كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة وبتكون شاملة كل حاجة. اتحركنا بالقطر ومجرد ما بنوصل الإقامة بتكون في المدينة الشمالية في أسوان. المكان جميل ومتجدد من فترة، وفعلا ما حسيتش إن ده مكان حكومي مش فندق خاص. انا فعلا مش مصدق ان ده المستوى اللي بقى موجود في الحاجات المدعمه او اللي تبع الدوله. ده شكل الغرفه اول ما بتدخل. طبعا الغرف هنا بتكون مشتركه مع عدد تاني من الناس. عندك هنا الحمام دوت واللي بيعتبر جديد جدا، الشاور دوت او الحوض والمرايه اللي هنا. بعد كده عندك الغرف ذات نفسها واللي هم هنا 8 سراير، لكن احنا في الغرفه هنا 6 اشخاص. هنا اول ما تدخل هتلاقي الشاشه دي. بعد كده طبعا بتيجي هنا بتلاقي البلكونه دي واللي بتطل على فيو خلفي، وفي طبعا بلكونات تانية بتطل على استاد اللي هنا. الإقامة بتكون شاملة 3 وجبات، طبعا الفطار والغداء والعشاء. الأكل بيعتبر كويس ومتنوع وبيوفر عليك تكلفة ووقت كبير جدا. الحلقة ديت هتكون خاصة بالجزء الخاص بأسوان، والحلقة اللي جاية إن شاء الله هتكون مخصصة للأقصر علشان ما تكونش طويلة جدا. استنوها، هتكون حلقة مميزة جدا وهنشوف فيها حاجات غالبا هتكون أول مرة تسمع عنها. أول يوم كان خفيف، يا دوب نمنا شوية واتحركنا على متحف النوبة. 5000 قطعة أثرية بتحكي تاريخ تطور جزء من الحضارة المصرية القديمة، الحضارة النوبية بالمراحل المختلفة اللي مرت بيها، من المراحل البدائية وصولا لدخول المسيحية ومن بعدها الإسلام. متحف النوبة من أهم المتاحف اللي موجودة في أسوان، وهو بيرصد تاريخ منطقة النوبة عبر العصور كلها. بنرحب بيكم من قدام تمثال الملك رمسيس الثاني. ووسط المتحف هنا أول حاجة هتقابلك تمثال رمسيس الثاني دوت. المكان مبهر جدا وهادي وهتستمتع فيه جدا. بيضة نعامة عمرها 10000 سنة. ايه سر الأثر 440 واللي موجود في متحف النوبة؟ وهل في جماعة من مصلحتهم ان عمر الهرم يطلع أقل من الحقيقة علشان يقولوا ان هم اللي بنوه؟ هل العلماء غلطوا وهم بيحسبوا عمر الأهرامات والحضارة المصرية القديمة؟ بيضة النعامة ديت عمرها 10000 سنة واللي مرسوم عليها الأهرامات بدقة زي ما انت شايف كده، وكمان خريطة مصر كاملة من نهر النيل والأهرامات والبحر كمان. لحد هنا الموضوع عادي. المشكلة هنا ان عمر الأهرامات في المتوسط 4000 سنة، فازاي الأهرامات ديت اترسمت على بيضة عمرها أقدم من الأهرامات بكتير؟ في اكتر من تفسير، واولهم ان عمر الاهرامات والحضاره المصريه اكتر بكتير من اللي العلماء حددوه، والتفسير الثاني ان ممكن يكون البيضه عمرها فعلا كده لكن النقوشات تمت في وقت مبكر بعد بناء الاهرامات الثلاثه. ده غير مجموعه ثانيه من التفسيرات لكن دول كانوا اشهرهم. لكن برايك انت شايف ايه ممكن يكون التفسير للموضوع دوت؟ قدماء المصريين كانوا بيربوا النعام وبيتغذوا على لحمه من قديم الازل، وكانوا بيستفادوا من البروتين اللي موجود في بيض النعام وبيستفادوا من ريشه كمان في الزينه. بعدها بدانا نتحرك على متحف النيل واللي بيحكي
بيحكي كل حاجه عن اهم واطول نهر في العالم، نهر النيل. كل يوم بالليل بيكون في جوله حره تقدر تلف فيها وتتفسح في الشوارع والاسواق وتشتري كل حاجه انت محتاجها من هدايا او بهارات، واللي مشهوره بيها اسوان. لو انت في اسوان ونفسك تاكل بيتزا او فطير بسعر كويس، تاكل في مطعم اسمه ايه؟ لا انا مش بسالك، ده اسم المطعم فعلا اسمه ايه. المكان هنا في اسوان جنب المحافظه. المطعم بيقدم البيتزا الايطالي والفطير الشرقي والباستا بانواعها. طلبنا بيتزا ايطالي وفطير مشكل جبن وفطير سجق شرقي ونجريسكو. الاكل طعمه لذيذ جدا، وكمان الاسعار معقوله جدا على الحجم والطعم والجوده ديت. البيتزا الايطالي كويسه، لكن الفطير الشرقي كان مميز جدا. كل المتاحف والمعالم هنا في أسوان حوالين نهر النيل، علشان كده المراكب والرحلات النيلية هي وسيلة الانتقال الرسمية هنا في أسوان. ويا مراكبي شد القلوع يا مراكبي. احنا حاليا في طريقنا لمعبد فيلة، مش معبد فيلة، وعلشان نروح هناك لازم نركب المركب اللي احنا راكبين عليه دوت. رحله هتستمتع بيها جدا، ودوت لانك هتكون وسط الصخور اللي انت شايفها ديت والجبال العاليه ديت، وكمان نهر النيل اللي انت ماشي في قلبه. هل كان في ارقام انجلش ايام الفراعنه؟ ليه قطع معبد فيلة مترقمه بارقام انجلش؟ الفكره وما فيها ان المعبد دوت قعد اكتر من 80 سنه غرقان، علشان كده ده واحد من المعابد اللي تم تقطيعها واعاده تركيبها في مكان تاني. بعد ما القطعه ديت اتقطعت كان لازم تترقم علشان يعرفوا كل قطعه تتركب فين بالظبط، وده اللي حصل هنا. عشان كده لما تبقى موجود في معبد فيلة هنا هتلاقي الارقام الانجلش اللي موجوده ديت. هنا هنلاقي رقم 42، وهنا الرقم اللي قبله 41، وده طبعا رقم القطع. هنا القطع ديت قبل القطع ديت. معبد فيلة اللي احنا موجودين فيه النهارده المفترض انه قعد اكتر من 80 سنه غرقان تحت الميه في المكان اللي هناك ده، علشان يتم بعد كده نقله من المكان اللي هناك للمكان اللي احنا موجودين فيه حاليا عن طريق تقطيعه الاجزاء وترقيمها، وبعد كده اعاده تركيبه مره ثانيه في المكان دوت. هنا في جزيره عجليكا، لان دي الجزيره اللي اتنقل عليها المعبد. اما جزيره فيلة فهي جزيره غارقه. المكان هنا اتحول لكنيسه 570 ميلاديه، وبعض الاثار بتاعت الكنيسه ذات نفسها موجوده اهي، والصلبان موجوده، والمذبح بتاعهم ذات نفسه. الجزيره دي يعني كانت اصغر من الجزيره بتاعت فيلة، يعني الجزيره اللي انت عليها دي عجليكا اصغر، ولذلك اتعمل له بعض الكيرفنج زي ما انت شايف في المكان ذات نفسه، وتم اكتشافها بعدين ففضلت زي ما هي المناظر بتاعتها. قدس الاقداس طبعا شيء مهم جدا في المكان، وليه طقوس في الدخول وفي الطلوع. فلو هتخش المكان ما بيخش غير 2 بس طبعا، اللي هو كبير الكهنه والملك عثمان احمد عثمان. ده هو اللي جاب الفكره بتاعه تقطيع المعابد وعاد بناء مره اخرى من جديد. احنا ما عندناش عمليه. المصري القديم كان بيمسح الحجر ده لغايه ما بيخليه ناعم جدا جدا، وبعد كده بيحط الحجرين على بعض فبيفرغوا الهواء زي الازازتين ويحطهم على بعض. لكن احنا الحمد لله لسه ما وصلناش طبعا للتطور العالي ده، فعندنا مواد بتاعه الترميم فهتلاقيها باينه موجوده معاك في اثناء المكان كله، والحشو اللي ما بين كل حجر وكل التاني في الرابط ذات نفسه. المعبد هنا رائع جدا، خاصة نهر النيل وهو بيحاوط المعبد من كل مكان، وهتاخد فيه شوية صور حلوة للذكرى. هنا في أسوان هتلاقي جزيرة كاملة للنباتات، واللي فيها أنواع مختلفة من الأشجار، وأشهرهم الشجرة المستحية ديت اللي أول ما بتلمسها بتتكسف وبتلم ورقها. قلنا الشجره لو هتلمس اي ورقه منها لمسه واحده هتلاقي الورقه تم الغلق منها، يعني اي ورقه هتلمسها هتغلق على طول الورقه بتاعتها. الجزيرة فيها تنوع كبير جدا من النباتات والأشجار اللي بيحاولوا إن هم يستنسخوها، واللي ما كانتش بتتزرع هنا في مصر. هتستمتعوا جدا بيها، وخاصة لما يكون معاك مرشد ويشرح لك كل جزء هنا. دي شجر الكحل، والكحل ده بس مزروع عندنا احنا بس، طول عمرك هتشوف حاجه. بيوتهم غرقت تحت ميه النيل لما اتبنى خزان اسوان، ومن بعده السد العالي. بيوت اهالي النوبه. ما ينفعش نكون في بلاد النوبه وما نزورش مناطق النوبه، علشان كده جزء مهم من الرحله وهو زياره غرب سهيل، مكان اللي اتنقل ليه جزء من اهلنا هنا في النوبه بعد بناء السدود. كل بيوتهم طبعا غرقت تحت الميه علشان يتنقلوا هنا. احنا هنا في بيت من بيوت النوبه، البيت هيبهرك بتصميمه والوانه وجماله. طبيعي اول ما تخش اي بيت من بيوت النوبه هنا هتلاقي التمساح دوت. وانت موجود هنا في البيوت النوبيه طبيعي جدا انك تلاقي تمساح، وده الحيوان الاليف بالنسبه لهم اللي هم بيربوه هنا، واللي بيكتسب كتير جدا من اللي بيجوا هنا علشان يصوروا ويتصوروا معاه.
بعد ما بتتفرج على البيت من الداخل بنلف في الشوارع هنا، ومش هينفع نكون في اسوان وما نجربش عصير القصب اللي الكل بيشكر فيه. وطبعا مش هينفع نكون في اسوان وما نشربش عصير قصب، واحده من اكتر الحاجات المميزه جدا هنا واللي انت ممكن تشربها تستمتع جدا بيها، وهو عصير القصب واللي هنشربه دلوقتي. كمان قعدنا على القهوة شوية ولفينا في الشوارع. هنا بتقدر تشتري اللبس سواء نوبي او لبس عادي، وكمان ما تنساش البهارات اللي هم مشهورين بيها. وانت موجود هنا في اسوان تقدر تشتري كل احتياجاتك من البهارات او الاعشاب المختلفه لان في محلات كتير هنا متخصصه في وانت موجود هنا في قريه غرب سهيل هتلاقي ان اغلب البيوت اللي موجوده هنا على الميه مباشره او على النيل. كمان هتقدر تشوف الناحيه الثانيه الجزر الجميله الرائعه ديت اللي بتشكل منظر رائع جدا تقدر تقعد وتستمتع بيه. هنا هتلاقي اماكن كتير تاخد فيها اجمل الصور. زي ما قلنا لكم اجمل حاجه هنا وانت رايح او راجع من اي مزار بتستمتع بوقت طويل جدا في النيل مع المراكب الجميله ديت وصوت وريحه ميه النيل وهي بتجري حواليك. ممنوع اي اجنبي يدخل المنطقه اللي احنا موجودين فيها ديت، والمصريين بس هم اللي مسموح ليهم انهم يوصلوا هنا. اهلا بيكم في السد العالي. بعد ما جبنا التذكره خلونا نطلع فوق خالص علشان نصور لكم من فوق. لو مشيت قدام السد العالي ده هيكون حجمك قصاد الصرح العملاق دوت. السد العالي واحد من اضخم الانشاءات اللي عرفتها البشريه في القرن العشرين. مصرنا العزيزه مهدده بقوه طبيعيه جارفه، نهر النيل العظيم. Standing there now, seeing that this project is living. لكن ازاي اتبنى وازاي بيعتبر نقطه قوه وفناء في نفس الوقت؟ السد المائي اللي اتبنى من اكتر من 50 سنه علشان يحمي مصر من الفيضان، ومش بس كده علشان كمان يولد الكهرباء. زي ما انتم سامعين ده صوت التوربينات اللي في الخلفيه اللي بتولد الكهرباء حاليا. لكن نقطه مهمه، ازاي التماسيح ما بتعديش من بحيره ناصر وتوصل لنا في النيل؟ الفكره ان سواء السد العالي او خزان اسوان واللي بيعتبر سد الصغير وكان معمول قبله فتره فيهم شبك بيمنع الكلام دوت، وحتى لو عدى منها اي تمساح فمش هيعدي اكيد من التوربينات اللي بتكون موجوده داخل السدود ديت. بعد ما جبنا التذكره خلونا نطلع فوق خالص علشان نصور لكم من فوق. زي ما احنا في القاهره عندنا برج القاهره، فهنا كمان في اسوان عندهم رمز الصداقه المصريه السوفيتيه، البرج او المكان العالي اللي مكون من الترس اللي احنا شايفينه او واقفين عليه دوت، والاعمده اللي ماسكاه ديت، المكان المرتفع اللي تقدر ان انت منه تشوف بحيره ناصر والسد العالي وكمان المسار اللي بعد السد العالي. اكيد جزء كبير من حضراتكم عارفين القصه بتاعت بناء السد العالي، وان في دول كتير امتنعت عن انها تساعدنا في بنائه، وان الاتحاد السوفيتي طبعا ساعدنا في بناء السد العالي علشان تقرر مصر انها تبني المكان المرتفع عشان يكون تخليد للصداقه المصريه السوفيتيه. زي ما انتم شايفين اللي قدامكم ديت هي بحيره ناصر، واللي بتعتبر اكبر بحيره صناعيه في العالم فيها ميه عذبه، واللي المنسوب بتاعها اعلى من الناحيه ديت، ودوت طبعا علشان وجود السد العالي. علشان تطلع فوق هنا في 3 اسانسيرات، ومنهم الاسانسير اللي جنبي دوت، واللي بتقدر من خلالهم بعد ما تقطع التذكره من بره انك تطلع وتتفرج على كل الجمال اللي قدامكم دوت. يا شباب الاتوبيس يا شباب بيستعوجوكم تحت. ماذا حدث؟ ما الذي حدث لابن الهيثم؟ لماذا لم يبني السد على نهر النيل؟ الروايات مختلفة عن سبب فشله. بداية التفكير في المشروع ده ما كانتش في عهد ناصر. من أكتر من 1000 سنة العالم العربي ابن الهيثم قدم مشروع إنشاء سد على النيل للحاكم بأمر الله، لكن المشروع ساعتها لم يتم تنفيذه لما لقى ابن الهيثم إن الإمكانيات مش هتسمح بدوت، وهو اعتذر وقتها عن المشروع. لكن ليه أصلا يتبني السد؟ منظرة يعني علشان يبقى عندنا أكبر منشأ هندسي على نهر؟ أكيد لأ. المية اللي بتوصل لنهر النيل في مصر بتكون زيادة في وقت معين، بتعمل سيول بتغرق كل حاجة، وهو في عكس الأوقات ديت طبعا بيكون في جفاف. فليه ما يتمش تخزين المية ديت والتحكم فيها بحيث ما يكونش فيه فيضانات ونستخدمها في الأوقات اللي بيكون فيها جفاف؟ وهي دي فكرة أي سد مائي. قبل بس ما نبدأ عاوزين نفرق ما بين حاجتين، خزان أسوان والسد العالي في أسوان. خزان أسوان هو سد أصغر من السد العالي، اتبنى سنة 1898 واللي كان وقتها عمل هندسي ضخم جدا وأكبر سد مائي وقتها، لكن ما كانش كافي إنه يحجب الفيضان بالكامل. علشان تتعرض الفكرة على مجلس قيادة الثورة واللي اقتنعوا جدا بالفكرة، لكن المشكلة هنا كانت في التمويل. عبد الناصر عرض على أمريكا إنها تمول المشروع، لكن بعد ما تم الموافقة في اللحظات الأخيرة يرفضوا تمويل المشروع بسبب ضغط بريطانيا بعد جلاء قواتها من مصر. يوم
19 يوليو سنة 1956 رجعت من بريوني بالليل، وأول حاجة عرفتها في المطار كان قرار أمريكا بسحب تمويل السد العالي. بعدها يقرر ناصر تأميم قناة السويس ويحصل العدوان الثلاثي واللي حصل بعده من أحداث، ويتجه ناصر للقطب الثاني في العالم وقتها وهو الاتحاد السوفيتي، واللي رحب جدا ووافق على تمويل السد العالي علشان يبدأ بناء واحد من أهم إنشاءات القرن العشرين. السد العالي هو سد ركامي، يعني الجزء الأكبر منه الحجارة ديت، واللي تم تفجير الجبل دوت علشان تتاخد منه ويتم استخدامها في بناء السد. كمان تم تحويل مسار النهر لأول مرة. السد ما كانش وظيفته بس إنه يخزن المية، كمان يولد الكهرباء من خلال أنفاق داخل السد بتستفيد من حركة المية بتدوير توربينات بتولد جزء مهم من كهرباء مصر. التحدي ما كانش بس هنا، على الجانب الثاني وكل ما منسوب المية كان بيرتفع كان بيغرق معابد كاملة من أهم حضارة إنسانية عرفتها البشرية، الحضارة المصرية القديمة. حجم المعابد ديت مش زي ما بتشوف على أي شاشة. تخيل إن المعابد ديت بالحجم الضخم دوت بيتم تقطيعها وترقيمها ونقلها لأماكن تانية وتركيبها زي ما كانت بالظبط. وكان أشهرهم طبعا معبد أبو سمبل، واللي بيعتبر أشهر معبد على مستوى العالم. وورا السد ظهرت بحيرة ضخمة جدا اسمها بحيرة ناصر، اتكونت نتيجة حجز المية ورا السد، وده اللي فيها المخزون الضخم للمية في مصر، واللي طولها 450 كيلو وعرضها بيوصل ل 37 كيلو، اللي بتعتبر أكبر بحيرة صناعية في العالم، واللي بالمناسبة مليانة تماسيح ضخمة متوحشة. لكن هو ليه ما بيتمش قتل التماسيح الضخمة والمتوحشة اللي موجودة ورا السد العالي؟ وازاي ما بتوصلش لينا من خلال نهر النيل؟ الفكرة ان داخل السد فيه توربينات هتفرم اي حاجة تعدي جواها حتى لو ضفادع بشرية، ولو ظهر اي تمساح بيكون من خلال حد كان مربيه وبعدها رماه في النيل. اما بالنسبه ليه ما بيتمش قتلهم، خاصه وان عددهم وصل ل 80,000 تمساح، والواحد منهم بياكل عشرات الكيلوات من الاسماك يوميا، فده بسبب التوازن البيئي. التماسيح بتتغذى على الاسماك المفترسه اللي هي بتتغذى على باقي الاسماك، اي محاوله قتل ليهم هتاثر على التوازن البيئي. ثانيا بيتم مراقبه اعدادهم طبعا واعداد وانواع السمك باستمرار. ثالثا التماسيح بتعتبر عنصر جذب سياحي مهم جدا، بيجتذب جزء كبير من زوار البحيره وبيتفرجوا عليها من خلال البواخر السياحيه. السد العالي على الرغم من الايجابيات ديت وزياده مساحه الارض المزروعه، لكن طبيعي ان يكون في بعض السلبيات. الفيضان واللي كان بيجي بطمي النيل واللي كان بيعتبر مهم جدا للزراعه. الطمي اللي ما بقاش يوصل للاراضي ديت وبقى يتخزن ورا السد العالي في بحيره ناصر، وده خلى المزارعين محتاجين يستخدموا اسمده واللي اسعارها مش قليله. كمان طعم الخضار والفاكهه اختلفوا. كمان من ضمن السلبيات وهو غرق مناطق النوبه واللي كان عايش فيها 50,000 مصري واللي تم نقلهم لمناطق تانية. الاهم هنا كمان هو ان اللي تم انقاذه من الاثار والمعابد اكيد في اكتر منه اثار ومدن كامله لكن خلاص بقت مدفونه تحت الميه. لكن ازاي السد العالي بيعتبر نقطه قوه وفناء في نفس الوقت؟ وجود الحجم الضخم دوت من الميه ورا السد العالي بيخلي فكره استهدافه من اي دوله معاديه امر اشبه بالتسونامي اللي ممكن يغرق مصر حرفيا. لكن على الرغم من ده كله بيظل السد العالي هو واحد من اهم المشروعات الضخمه اللي نفذتها مصر، واللي بيعتبر مشروع قومي فعلا غير كتير في مصر. الرحلة كانت 6 أيام، 3 منهم هنا في أسوان، والحلقة اللي جاية هتكون بإذن الله عن ال3 أيام اللي قضيناهم في الأقصر واللي هيكون فيها أماكن يمكن أول مرة تسمع عنها. الرحلة كان سعرها 1800 جنيه وبتكون شاملة الانتقالات بالقطر المكيف والأتوبيسات السياحية اللي بتكون معاك طول الرحلة، والانتقالات النيلية وتذاكر المتاحف والمعابد والإقامة والوجبات كمان. الحاجة الوحيدة اللي بيكون البرنامج مش شاملها هي المشتريات اللي أنت تشتريها من هناك أكيد يعني. بالنسبة للسعر فبيعتبر معقول على الإقامة وحجم المزارات والتذاكر، وبتعتبر قيمة جيدة مقابل السعر. نفس الرحله لو فكرت انك تنفذها لوحدك هتحتاج اكتر من ضعف التكلفه. حاول الفتره ديت لو امكانياتك تسمح انك ما تفوتهاش وتعملها ولو مره واحده في حياتك. الرحله بتكون مستمره لحد شهر 2 ويمكن شهر 3 كمان. مدينة واحدة فيها تلت آثار العالم. القاهرة هي عاصمة مصر حاليا، لكن ايه رأيكم لو نرجع بالزمن ونشوف العاصمة عند أجدادنا في طيبة كانت عاملة ازاي؟ أقدم وأشهر مدينة على مستوى العالم، مدينة الألف باب. أهلا بيكم في الأقصر.
الاماكن اللي صورناها في الاقصر كتير، وعلشان كده هنقسمها على اكتر من حلقه. في حلقه النهارده هنزور الكرنك او مجمع معابد الكرنك، المكان اللي كل الناس بتجيله من كل مكان في العالم. هنشوف البحيره المقدسه اللي عمرها ما بتجف ديت، واللي منسوب الميه بتاعها ما بيتغيرش، واللي كان بيستخدمها الكهنه علشان يتطهروا فيها ويتربى فيها البط، واللي حديثا حاولوا يوصلوا للمصادر اللي بتمدها بالميه لكن ما وصلوش لحاجه. كمان هنشوف الجعران المقدس دوت، وهنشوف الحياه الليليه في الاقصر عامله ازاي، الشوارع والاسواق، وكمان تاكل فين لو حبيت تاكل. المفروض حاليا احنا في طريقنا للاقصر، ووقفنا هنا في الاستراحه الجميله ديت، واللي بتطل على الاراضي الزراعيه المستصلحه اللي جنبنا ديت، واللي الجو فيها جميل جدا. اتفاجئت ان مكان حكومي زي دوت يبقى كانه فندق بالشكل دوت. الاقامه في رحلتنا هنا في الاقصر كانت في المدينه الشبابيه الدوليه هنا، المكان اللي بيعتبر كان مفاجاه ليا ان يكون في حاجه بالمستوى دوت وتكون تابعه للدوله. ده بيكون شكل الغرف من جوه، واللي بتكون طبعا مكيفه. الغرف كمان بتطل على الفيو دوت، واللي هتستمتع بيه جدا خاصه وقت الغروب اللي بيكون من الناحيه ديت. الاقامه طبعا زي اسوان بتكون شامله 3 وجبات، مستوى الاكل كويس ومتنوع كمان. هنا هتلاقي ملاعب كرة قدم وسلة وحمامات سباحة وصالة الألعاب ديت، واللي فيها بلياردو وبينج بونج طبعا. تخيل ترجع بالزمن وتشوف عاصمة مصر طيبة كانت عاملة ازاي. أول يوم كالعادة زي أسوان بيكون خفيف، اتغدينا ورحنا نزور معبد الكرنك لكن بالليل، وده علشان نحضر واحد من أجمل العروض، وهو عرض الصوت والضوء اللي بيحكي تاريخ الأقصر أو طيبة العاصمة القديمة لمصر. العرض هنا زي ما واضح من اسمه بيكون أضواء بتطفي وبتنور على كل أجزاء المعبد، مع أصوات رائعة بتحكي تاريخ المدينة ديت. أثناء العرض بتتحرك داخل كل جزء من أجزاء المعبد، وبتقف في كل مكان شوية تسمع وتتفرج على فصول التاريخ وهي بتتحكي قدامك، لحد ما بتوصل للمدرجات ديت واللي موجود قدامها البحيره المقدسه ديت، وهنا بتكمل العرض وانت قاعد. العرض جميل جدا، سعر التذكره بيكون 100 جنيه للمصريين، لكن طبعا ما دفعناش التذكره لانها كانت مشموله في الرحله طبعا. ها هنا يبتدئ التاريخ. تاني يوم فطرنا وتحركنا تاني على معبد الكرنك، لكن المره ديت علشان نستكشفه بالتفصيل. تخيل بحيره مقدسه ما بتجفش ابدا، وما عرفوش يوصلوا للمصدر اللي بيمدها بالميه، واللي موجوده هنا داخل تاني اكبر معبد اثري على مستوى العالم، معبد الكرنك. المكان اللي ما كانش ينفع حد يدخله غير الملك والكهنه بس. بدايه المعبد هتشوف الكباش ديت اللي مشهور بيها المعبد، واللي بالمناسبه 1200 تمثال متوصلين لحد معبد الاقصر اللي هيكون في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، واللي فيه اغرب مسجد شفته في مصر. بعد كده بنلاقي صرح المعبد دوت، ووراه صاله الاعمده ديت. اول مكان هيقابلك هنا في المتحف وهو اللي ورايا دوت، واللي بيسمى بالصرح. واحده من الحاجات اللي ممكن توضح لنا ازاي كانوا بيبنوا الحاجات العاليه، ومنها الصرح اللي ورانا دوت، واللي لسه متسابع لحد دلوقتي، وهو الساتر الترابي او اللي داخل فيه طوب كمان دوت اللي ورانا، اللي لسه جزء منه دوت متبقي، واللي بيوضح لنا الطريقه اللي كانوا بيبنوا بيها الاماكن العاليه، عن طريق ان كل ما الصرح بيرتفع بيبدا يرتفع مع الردم دوت، علشان يبقوا كانهم بيشتغلوا على مستوى الارض العادي. احنا حاليا في وسط المعبد عند الصرح الاعمده، المكان اللي فيه 134 عمود، ومش عمود عالي، احنا بنتكلم عن عمود ارتفاعه 24 متر، يعني بنتكلم مثلا عن عماره 8 ادوار في عمود ولسه موجود لحد دلوقتي. وانت موجود هنا هتكون مذهول من حجم وارتفاع الاعمده، وازاي صمدت طول الوقت ده كله علشان نيجي في الوقت دوت ونلاقيها لسه موجوده ونتفرج على العظمه دي. المكان المشهور واللي كل الناس من كل حته في العالم بيجوا علشان يتفرجوا على المعجزه الهندسيه ديت ويتصوروا معاها. العواميد مرتفعه جدا، فوقيها دعامات الواحده منها بتزن 70 طن، ولسه واقفه لحد دلوقتي زي ما هي من الاف السنين. لكن ايه حكايه البحيره المقدسه، سر الفراعنه الخفي اللي موجوده هنا في معبد الكرنك واللي ما بتجفش ابدا؟ غطاسين محترفين نزلوا البحيره المقدسه هنا علشان يحاولوا يستكشفوا هل في مصدر ميه بتستمد منه الميه بتاعتها ديت. طولها 80 متر وعرضها 40 متر، واللي كانت بتستخدم في التطهر قبل الطقوس الدينيه، كمان فيها مقاييس لتحديد مواعيد الفيضان. احنا حاليا جنب البحيره المقدسه واللي موجوده في
معبد الكرنك هنا، واللي مهما حصل من فيضان او اي تغيرات ما كانتش الميه بتاعتها ولا بتزيد ولا بتقل. البحيره واللي انشاها الملك لزوجته، ومن كتر اهتمامه بيها ما كانش ده الشكل بتاعها، كانت مليانه انواع معينه من الزرع والزهور النادره. كمان كان مهتم جدا ان يجيب اي حاجه جديده من بره، علشان كده جاب ساعتها الوز والبط كانوا موجودين في البحيره ديت. اللي ورانا دوت الجعران المقدس واللي موجود هنا في معبد الكرنك، واللي فيه اسطوره، وخلي بالكم من الاسطوره دي احنا ما بنقولش ان هو حقيقه، بتقول ان اللي بيلف حواليه 3 مرات بيجري بالحظ، اما اللي بيلف حواليه 5 مرات فدوت لو حابب ان هو يتجوز، اما طبعا لو واحده حابه ان هي تحمل او تخلف فبتلف حواليه 7 مرات. الاهم طبعا ان حتى لو اي حاجه زي كده بهزار ما تحاولش تشارك فيها علشان ما تبقاش بتدعم حاجه ليها علاقه بالشرك بالله. لما تكون في الاقصر اوعى تفوت فرصه انك تتفرج على الجمال ده بالليل وتركب الحنطور. هنا كمان هتلاقي كورنيش الاقصر واللي كله حياه وحركه، سواء في المحلات والمطاعم الجديده اللي في الممشى السياحي هنا او في الاسواق والبازارات والشوارع القديمه. كمان ما تنساش تركب الحنطور واللي بيبدا من 10 جنيه للفرد. هتستمتع جدا فيه وانت شايف كل حاجه حواليك وبتتمشى في شوارع الاقصر وبتتفرج على المعابد والنيل والناس وهم حواليك. الاقصر بالليل مختلفه والاجواء ساحره، المعابد والاثار وهم منورين بالليل هتحس انك بتتفرج على معالم تانية غير اللي موجوده بالنهار. لكن لو انت في الاقصر وحابب تاكل اكله بسعر معقول وطعمها كويس، تاكل فين؟ لو موجود في الاقصر هنا ومحتاج تاكل مشويات فشارع المحطه اللي هو قريب من معبد الاقصر، وهنا طبعا جنبنا محطه القطر هتلاقي الراجل الجميل دوت واللي بيعمل مشويات اسعارها كويسه. رغيف الكفته عنده هنا سعره 20 جنيه، اما الكباب فسعره 40 جنيه. هنا عند عبده الراجل الجميل دوت واللي عنده كل حاجه سواء كفته او كباب او حواوشي. هنا بيبدا يحضر الاكل ليك، وعلى ما يستوي الاكل هتستمتع بالشوي اللي هتحس كانك مشارك فيه. طلبنا حواوشي وكباب وكفته، الاكل طعمه كويس ومتوسط سعر السندوتش من 20 ل 30 جنيه، وممكن تقعد تاكل عنده على الترابيزات او تاخد الاكل معاك. ده اغرب مسجد شفته في مصر. تخيل مسجد اتبنى فوق كنيسه وبعد ده كله يطلع مبني داخل معبد فرعوني قديم. وانت موجود في معبد الاقصر وبتتفرج على تفاصيل المعبد هتشوف المأذنه ديت، مأذنه اشهر واهم واغرب مسجد هنا في الاقصر. تخيل مسجد بيصلي فيه المسلمين معمول داخل معبد مصري قديم وكمان فوق بقايا كنيسه. مسجد ابو الحجاج واللي داخل معبد الاقصر واللي بيعتبر المسجد الرسمي لمدينه او محافظه الاقصر لحد دلوقتي. ايه الفكره وما فيها ان معبد الاقصر ده كان مدفون تحت الارض والرمال مغطيه على مستوى سطح الارض. على مستوى سطح الارض فوق اتبنت الكنيسه، بعد ما اسلم اهلها ودخلوا الاسلام اتبنى المسجد دوت واللي عمره بيقرب على ال1000 سنه. مسجد الحجاج بيعتبر المسجد الرسمي هنا في الاقصر، واللي مدفون فيه الشيخ المسمى على اسمه المسجد، واللي لما جم يبنوا المسجد استخدموا الاعمده ديت كاعمده للمسجد. تداخل غريب وعجيب، لكن في النهايه رمز للمصريين اللي طول الوقت ومن الاف السنين مهتمين بالبحث عن ربنا وعبادته وبالبعث والحياه بعد الموت. هنا احنا داخل معبد الاقصر، واحد من اشهر المعابد في العالم، واللي اول حاجه هتشوفها هنا هي التماثيل المشهوره ديت واللي الكل بيجي عشان يتصور عندها. بعد كده بتلاقي باقي اجزاء المعبد ديت. لكن ليه رغم ان المدن كامله عندنا في مصر تعتبر عايمه على الاثار ما فيش مجهود ضخم جدا ان الاثار دي كلها تطلع مره واحده؟ السر كله في حاجه واحده، ان المتاحف عندنا والمخازن بتاعه المتاحف دي كلها مليانه اثار، وفعلا احنا مش لاقيين مكان نحط فيه الاثار ديت. علشان كده عمليات التنقيب اللي بتحصل بتكون بهدف ان نستكشف اسرار وعلوم الناس ديت. من اول هنا الجزء اللي جاي دوت هيكون للكبار فقط، لو مش حابب تتفرج عليه ممكن تتخطاه وتتنقل للجزء الخاص بزياره جزيره الموس اللي بعد الجزء دوت. لكن ايه حكايه اله الخصوبه عند المصريين القدماء، وايه اللي كان شخصي بيحاول يعمله معاه؟ وانت هنا في معبد الاقصر هتلاقي صوره اله الخصوبه عند المصريين القدماء ديت، الاله من، واللي منها تم اشتقاق كلمه السائل المنوي في اللغه العربيه وفي الانجليزيه سيمن. الاسطوره باختصار، وحط تحت الاسطوره ديت 100 خط. بتحكي عن قريه خرج الرجال اللي فيها علشان يحاربوا وسابوا شخص واحد لفتره كبيره هنا في القريه علشان يرجعوا يلاقوا ان اغلب نساء القريه انجبوا اطفال ووصل عددهم ل 500 طفل ويمكن اكتر. رجال القريه لما رجعوا طبعا قرروا يعاقبوا الراجل دوت وقطعوا ليه رجل وايد كعقاب ليه، علشان من بعد كده اولاده يقرروا انهم يحولوه لرمز للخصوبه او اله للخصوبه. من بعدها اتسجلت الصور ديت على كتير من الجدران زي اللي موجوده على الجدار اللي قدامنا دوت. الخصوبه هنا مش بس المقصود بيها الخصوبه الجسديه، لكن كمان بتمتد للمعنى الخاص بخصوبه التربه. وفي وقت من الاوقات اكتشفوا ان كان في شخص بيحاول ان يكحت في الجدار دوت، وبالذات في الجزء اللي قدامنا دوت، علشان يحاول ياخد جزء من الرمل اللي بينزل من الحجر علشان يستخدمه كمقوي زي ما هو معتقد يعني. لكن هل كنت تعرف قصته قبل كده ولا اول مره تسمع عنها؟ تفتكروا لو جربنا ناكل موزه خضراء هيكون طعمها عامل ازاي؟
ايه اللي ممكن تعمله في جزيره الموز هنا في الاقصر؟ اجمل ما في رحلات الجنوب هي رحلات اللي بتكون في النيل زي ما قلنا لكم كده في رحله اسوان. حاليا احنا في طريقنا لجزيره الموز واللي الطريق ليها برضه في وسط النيل. اول ما بتوصل بتقعد هنا قدام الفيو دوت وبيجي اهل المكان يقدموا ليك الموز اللي هم بيزرعوه. بعدها بتبدا تعمل جوله داخل مزارع الموز وتتفرج على الموز وهو في الشجر. كمان هتلاقي هنا حيوانات وطيور، حديقه حيوان لكن مصغره جدا. تفتكروا لو جربنا ناكل موزه خضراء هيكون طعمها عامل ازاي؟ طعمها زي الخيار بالظبط، لكن الزياده عليه ان فيها ماده لزجه. طبعا فاكهه الموز ما بتستويش على الشجر، زي ما كنا قلنا في حلقه قبل كده ان شجره الموز بتسمى قاتل ابيها. وده ليه؟ ده لان الشجره الصغيره علشان تطلع لازم تموت الشجره اللي كانت موجوده قبلها. كمان شجره الموز بتطرح مره واحده بس وبعد كده بتبدا تموت وتمشي في الدوره اللي احنا اتكلمنا عليها دي. فزي ما انتم شايفين دي شجره موز حاليا موجوده، وديت اللي كانت قبلها اللي ماتت، ودي اللي موجوده حاليا واللي هتموت برضو المره اللي جايه علشان تطلع واحده تانية خالص جديده مكانها. سنه الحياه عند الموز يعني. بعد كده بنلاقي هنا حجم السباطه، بصوا من فين لحد فين، كل ده كله حجم السباطه لسه هيبدا يطلع. طبعا هي بتبدا بالجزء دوت وده اللي بيبدا ينمو وينزل لتحت علشان يبدا الموز يطلع من كل السباطه. زي ما انتم شايفين كده كل ورقه من الثمره الكبيره ديت بيبدا تحتها يطلع المشط اللي بيكون فيه صفين من الموز. يعني هنا كل ورقه هتلاقي تحتها نفس الكلام، ودي كمان هيبدا يطلع تحتها نفس الكلام لحد ما السباطه تنزل وتكبر وتوصل لحد هنا. بعد اللف ده كله افضل حاجه انك تيجي تلاقي الاكل جاهز وتبدا تاكل هنا في المدينه الشبابيه. النهارده معانا فراخ، نص فرخه مشويه وطحينه ورز وبطاطس مطبوخه يعني، والعيش والعصير والميه ديت. النهارده هتشوف القصر الوحيد المتبقي من قصور ملوك مصر القديمه. حاليا انا في الحمام اللي الملك رمسيس الثالث المصري كان بيستخدمه. كمان هنزور مقابر وادي الملوك واللي مدفونه في قلب جبل ضخم على شكل الهرم. ده مش هرم بناه قدماء المصريين، ده جبل طبيعي موجود هنا واللي فيه مقابر اهم ملوك مصر. احنا النهارده في مقابر الملكيه او وادي الملوك. كمان هنشوف معبد اشهر ملكه حكمت اكبر واقدم دوله، الملكه حتشبسوت. هل منطقي ان ما نلاقيش اي قصر من قصور اشهر واقدم ملوك الارض؟ ازاي الاهرامات والمعابد هم مفيش قصور ليهم؟ النهارده احنا في القصر المتبقي من الاثار المصريه القديمه. النهارده احنا موجودين في قصر من قصور الملك رمسيس الثالث واللي موجود هنا في معبد حابو، اللي طبعا موجود حوالينا دوت هي بقايا القصر اللي اكيد اتهدم يعني واتسرق منه كل اللي كان موجود فيه. المكان اللي احنا فيه دوت هي القاعه الرئيسيه بتاعه القصر، ومن هناك كده بنقدر نشوف المدخل بتاع القاعه الرئيسيه ديت. هنبدا ناخد جوله في باقي اجزاء القصر. زي ما احنا شايفين ده القاعه الرئيسيه زي ما قلنا، واللي هناك دوت هو الباب اللي بيبدا يدخل منه الملك ده. وبعد كده بنلاقي مختلف الحجرات واللي لسه متبقي منها بواقي المداخل ديت اللي بتقدر انت تشوف منها الحجرات من الداخل عامله ازاي. يمكن كتير يشوفوا ان القصر مش ضخم، ده طبعا طبيعي لان المصري القديم كان عنده اعتقاد الخلود وفكره ان الحياه العيشه دلوقتي مش هي المهمه، المهم طبعا هي المقابر بتاعته او الاخر. السلالم ديت واللي كان بيطلع منها الملك سواء من هنا او من هنا او من هنا علشان يقعد على الكرسي دوت ويبدا يدي الاوامر من المكان اللي انا قاعد فيه دوت. حاليا انا في الحمام اللي الملك رمسيس الثالث المصري كان بيستخدمه. زي ما انتم شايفين ده المكان بتاع القعده بالشكل الحديث المعروف لحد دلوقتي. ده المكان اللي كان الملك بيستخدمه علشان ياخد الشاور بتاعه في البانيو القدم دوت، ودي قعده التواليت اللي متعارف عليها لحد يومنا دوت. واحده من اعجب الحاجات الهندسيه وهو اختيار مكان الحمام، كده الشمال وكده الجنوب وكده الغرب. مع الاكتشافات الحديثه اكتشفوا ان افضل مكان تعمل فيه الحمام هو الجنوب الغربي، ودوت ليه؟ لان الرياح بتكون جايه من الجزء الشمالي فبالتالي تطرد اي روايح كريهه بره، وده اللي عمله المصري القديم هنا في الحمام الخاص بالملك رمسيس الثاني. القصر موجود داخل معبد من اهم معابد البر الغربي هنا في الاقصر، معبد مدينه هابو واللي بناه رمسيس الثالث. واحد من المعابد الجنائزيه اللي موجوده في البر الغربي هنا في الاقصر. جمال المعبد مش بس في ضخامته وان ارتفاعه عالي جدا، كمان هنا زي ما انتم شايفين النقوش ومدى العمق بتاعها، المشاهد والمناظر اللي خليك تتعجب ازاي الناس وصلوا للمرحله
المرحله ديت من التقدم، سواء الانضباط في النقوش والرسومات المختلفه اللي قدامكم ديت، وكمان الالوان اللي لسه موجوده لحد دلوقتي. ليه في اثار مصريه في مختلف القارات والدول حوالين العالم؟ الاسطول البحري المصري في وقت من الاوقات كان متطور وضخم جدا، لان النقل في مصر القديمه كان معتمد على نهر النيل، لدرجه انه وصل عدد القطع البحريه ل 200 قطعه بحريه في الوقت دوت. ده رقم مش عادي. مع اوقات السلام ومفيش حروب وما كانش بيعملوا اي حاجه، كان الملك المصري طبعا بيخليهم انهم يخرجوا ويستكشفوا العالم. كتير منهم ما كانش بحاره على مستوى العالم، فعلشان كده كانوا بيتوهوا وبيروحوا دول وقارات تانية وبيستقروا هناك. منهم اللي ما كانش متمكن لكن كان بينفذ قطع واعمال على قد امكانياته. يمكن ده اللي خلانا دلوقتي نشوف قطع اثريه مصريه موجوده في مختلف قارات ودول العالم. حاليا المفترض كده ان احنا وصلنا هنا معبد حتشبسوت واللي موجود في البر الغربي، وعلشان نوصل هنا كان لازم نركب الطفطف اللي موجود هنا. تخيل ان الجبل اللي ورايا ده كله من اول ما بدانا الطريق لحد ما وصلنا هنا مليان كميه اثار رهيبه جدا، لسه اللي اكتشف منها يعتبر قليل جدا، ولسه ما زالت الاكتشافات مستمره. يمكن جزء من المكان دوت كان فيه بيوت ناس مصريين ساكنين، وفي منهم طبعا اللي كان بينقب. الدوله المصريه في الفتره الاخيره عملت لهم مدينه ثانيه ونقلتهم فيها، وبدات تشتغل في التنقيب في كل الجبل دوت بالكامل. حاليا هنبدا ندخل معبد حتشبسوت، وهو بيعتبر مميز عن بقيه المعابد، وده اللي هنشوفه جوه. المعبد مكون من 3 ادوار، الدور الاول لسه مقفول، هو بيتكلم طبعا عن المسلات، اما الدورين التانيين هنبدا ندخلهم ونشوف ايه اللي جواهم. وبيقال ان جواهم حاجات نادره جدا، وفكره ان الالوان والرسومات لسه موجوده زي ما هي. محتاجة سكوت، اسكتوا لا تصحوها يا ولاد حارتنا، توت احنا في معبد حتشبسوت. الصالة دي بتصور عليها الملكة حتشبسوت واحد من أهم الإنجازات في حياتها، اللي هو رحلة بلاد بونت. الرحلة دي هي بتقول عنها إن هي في يوم من الأيام حلمت بإله الآلهة أمون، وهو بيقول لها إن هي تروح أرض المنشأ بتاعته اللي هي بلاد بونت، اللي هي بلاد الشلال. على جدران الصالة زي ما انتم شايفين المراكب وهي رايحة وهي في رحلتها في طريقها إلى بلاد بونت. زي ما قلنا طبعا ان اي معبد من المعابد اخر مرحله فيه بيكون قدس الاقداس، المكان اللي ما بيدخلوش غير الملك. من الحاجات العجيبه في هندسه الاماكن ديت وهو انك بتكون بره درجه الحراره عاليه جدا لا تطاق، مجرد ما تدخل الاماكن اللي جوه مش بس تحس ان الجو بارد، انت هتحس كأن في تكييف اصلا جوه. المكان فعلا جميل جدا ورائع، مشكلته بس انه بعيد طبعا عن الاسر اللي احنا حاليا في البر الغربي. كمان درجه الحراره اللي عاليه جدا اللي ما اعرفش هي في الصيف بتبقى عامله ازاي. يمكن جيت هنا في الصيف في شهر 8 قبل كده، لكن ما جيتش المكان دوت لان المكان هنا في الجبل درجه الحراره فيه صعبه جدا. المقابر اللي شفناها على طول الجبل واحنا جايين دي بتكون خاصه بالفقراء، اما الاغنياء فبيكون لهم مكان تاني خالص، وهي مقبره وادي الملوك او المقابر الملكيه اللي في قلب الجبل اللي هنبدا ندخلها هنا. فاكرين في الافلام المصريه لما كان دايما يجيب لك ان اللي بيدور على الاثار طالع يحت في الجبل؟ هقول لك ليه النهارده كانوا بيدوروا في الجبل، وده طبعا علشان المقابر الملكيه كلها اللي احنا موجودين فيها النهارده موجوده في قلب الجبل. شايفين الهرم اللي ورايا دوت؟ ده مش هرم بناه قدماء المصريين، ده جبل طبيعي موجود هنا واللي فيه مقابر اهم ملوك مصر. احنا النهارده في مقابر الملكيه او وادي الملوك، لكن اشمعنى المكان دوت اللي اختاروه ملوك مصر ان يكون مكان للمقابر بتاعتهم؟ المكان موجود هنا في قلب الجبل في حته بعيده عن اي لصوص يحاولوا يسرقوا المقابر ديت. كمان الجبل من الحجر الجيري اللي هيسهل عمليه نحته للداخل عشان تتبني المقابر ديت. لما تدخل المقبره هنا هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي طبعا المقتنيات اللي جواها لان هي جزء كبير جدا منها اتسرق ما عدا مقبره توت عنخ امون، فمش هنشوف غير الجدران اللي بيكون عليها نصوص طبعا مقدسه اللي حوالينا ديت وجسم المقبره ذات نفسه، لكن اي مقتنيات مش هنلاقيها موجوده. اللي كل المقتنيات بتاعت اي مقبره ان ما كانتش اتسرقت فهي بتكون موجوده في المتاحف او مخازن المتاحف. اللي كنا فيه فوق دوت هي الممرات، اما هنا فاحنا نزلنا علشان نشوف المقبره ذات نفسها اللي هي بتكون قدامنا ديت. وجنبنا هنا زي ما احنا شايفين بنقدر نشوف التابوت اللي بيكون فيه الموميا بتاعه الملك ذات نفسها.